السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والله وحشتوني، يا رب تكونوا بخير. اديلي فترة ما طلعتش ولا اتكلمت معاكم في الرياضة ولا في الكورة، وقلت اطلع النهاردة اتكلم معاكم شوية. منهم ناس اصدقائي وحشوني والله. نخش في الموضوع. اتكلم معاكم النهاردة في مشاكل نادي الزمالك. الزمالك عنده كذا مشكلة، وعنده عثرات وعنده تغيرات في المستوى، زائد الديون اللي على الزمالك حرفيا عنده لا يقل عن مليار جنيه ديون. اللي انا عايز اتكلم فيه بقى مع جمهور الزمالك، انت حضرتك عندك مليار جنيه ديون عملها عليك اداره الزمالك بقياده الكابتن حسين لبيب، الله يبارك له. يعني بما ان انا راجل اهلاوي، فانا بالنسبه لي ان حسين لبيب ده حاجه يعني فاكهه الموسم. فان تيجي حضرتك تلوم عليا وتلوم على فرقتي وتلوم على النادي الاهلي وعلى اداره النادي الاهلي، وتتكلم معايا في حته الارض وتقول اصل الارض انسحبت مني، واصل الدعم بتاع الدوله ليا اللي هو بصفه النادي الاهلي، وان الدوله واقفه ورايا، وحضرتك اللي عندك مصدر لك المشاكل كلها. طب تعالى نقول ازمات حسين لبيب. مين اللي جاب احمد الجفالي؟ مين اللي جاب صلاح مصدق؟ جميع الصفقات اللي عندك مين اللي جاب نضاي ومشاه؟ ان كان جابوا مرتضى منصور فانت اللي مشيته وما عطيتوش فلوسه. تمام. عندك قواضي قديمه انت حليت جزء منها ورحت عامل نفس القواضي تاني. مين اللي جاب مشلاك؟ مشلاك ده يا جماعه اتقارن بينه وبين اشرف بن شرقي. يعني انت رحت جبت مشلاك وبديته عن اشرف بن شرقي، كان فرق بينهم 400 الف دولار كنت قادر تغطيها. ان انت كده كده هو مشلاك ما لعبش 3 4 ماتشات على بعض ومشي مشلاك. تعال النهارده ما عطوش حقوقه ليه؟ انا كفريق الزمالك عندي لعيبه اجانب عارفين انه هيعملوا عندي مشكله وهيرفعوني للفيفا ويرفعوا لي قضايا في الفيفا. طب ممكن نقول حاجه بسيطه، انت ضغط اللعيب اللي عندك ده ما عطوش الراتب بتاعه ليه وسوقته تسويق كويس وخرجته لاي نادي اعاره؟ حتى لو هيشيل معاك ربع الراتب. الاهلي عمل كده في رضا سليم، بدل ما يمشي ولا ان يدور راتب كامل ولا لا، بدا يتكلم مع انه يرجع الجيش الملكي ويدفع جزء من الراتب. اي نعم الاهلي خسر فيه بس خساره قريبه. انما ان انت تخلي الاربع خمس صفقات اللي انت جبتهم في عهدك يا حسين يا لبيب ويمشوا من عندك، فبالتالي يرفعوا قواضي، فالزمالك ياخد 6 ايقاف قيد زائد لسه في ايقافات تاني، فتبص تلاقي مديونات الزمالك معديه المليار جنيه، وفي الاخر تشجع الجمهور وتقول له اصل هم سحبوا مني الارض، اصل هم بيتعاطفوا مع الاهلي، اصل. انت كده بتصدر ازمات في الهواء. انت ماشي بمبدا بص على العصفوره وبص الناحيه التانيه. انا والله العظيم مش عايز اطول عليكم في الموضوع، بس الزمالك حرفيا في حاله لا يرثى لها. انا بتمنى يرجع الزمالك لوضعه الطبيعي، عشان ما ينفعش انا انافس لوحدي. يعني عاوز المنافس التقليدي بتاعي. انتظروني في فيديوهات قادمه.